بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في الوحدة الثانية من منهجنا في مادة التاريخ مع مستر أحمد يحيى. البداية كده إن إحنا عندنا في الوحدة الثانية بنتكلم برضو عن تاريخ مصر الفرعونية. تمام؟ الدرس الأول عندنا اسمه ملامح من تاريخ مصر القديمة. وانت في سنه رابعه وانت في اولى اعدادي وانت في غيره من المراحل درست تاريخ مصر بالتفصيل شويه. النهارده هنلم التاريخ اللي حضرتك خدته كله في درس واحد، بس ده هيبقى كتير قوي يا مستر. لا مش كتير ولا حاجه، انت هتاخد زي سكرين شوت على كل مرحله من المراحل. يعني الدوله القديمه كلها هنتكلم عليها على شخصيتين وهكذا، مش هناخده بالتفصيل اللي حضرتك خدته قبل كده. طيب البدايه كده بيقول لنا ان تاريخ مصر بيبتدي من 3200 قبل الميلاد، السنه اللي وحد فيها مينا القطرين. خلاص كده، وبيستمر لغايه العصر الفرعوني اللي هو 3000 سنه، وبعديه العصر اليوناني والروماني اللي استمر حوالي 1000 سنه. طب واحنا صغيرين درسنا الاسره الاولى، الاسره الثانيه، الاسره الثالثه، وهكذا لحد 30 اسره. طيب ال 30 اسره التقسيمه دي مين اللي عملها؟ شخصيه خدناها في الوحده الاولى في الدرس الاول اسمه مانيتون السمنودي. اسمه مانيتون السمنودي. طيب مانيتون السمنودي ده قام بتقسيم تاريخ مصر الى 30 اسره. طب قبل مانيتون كان الوضع عباره عن ايه؟ حضرتك كنت بتدرس مثلا الملك مينا، ممكن تدرس بعديه تحتمس الثالث، ممكن تدرس بعديه امنمحات الاول. مفيش ترتيب ومفيش تنظيم، في تداخل في التاريخ. اللي نظمه وظبطه مانيتون السمنودي المؤرخ المصري. تمام كده؟ الراجل ده قام بتقسيم تاريخ مصر الى 30 اسره. تمام كده؟ الى 30 اسره. مانيتون السمنودي قام بتقسيم تاريخ مصر الى 30 اسره. تمام كده؟ طيب البدايه كده في اسرتين في بدايه التاريخ المصري بيسموهم العصر العتيق. وكلمة عتيق في اللغة يا جماعة يعني قديم قوي. عصر قديم قوي اللي هو الأسرة الأولى والثانية اللي هي بتبتدي بالملك مينا أو نعرمر. بعد كده عندنا عصر الدولة القديمة. بعد كده عصر الضعف الأول أو الانتقال الأول. عصر الدولة الوسطى. بعد كده عصر الضعف الثاني. بعد كده عصر الدولة الحديثة. بعد كده العصر المتأخر أو عصر الضعف أو الانتقال الثالث. تمام كده؟ لو خدنا بالنا إن الحضارة المصرية كانت فيها حاجة مختلفة شوية، الاستمرارية. يعني إيه الاستمرارية؟ كل حضارات العالم تقريبا الحضارة بتقع ما بتقومش تاني. إحنا بالنسبة لنا في مصر بعد الدولة القديمة حصلت فوضى رهيبة. لو أي حضارة تانية ما كانتش قامت، أنت رجعت تاني وعملت الدولة الوسطى. بعد الدولة الوسطى حصل الاحتلال بتاع الهكسوس تمام، وبعد كده الحضاره وقعت ورجعت تاني في الدوله الحديثه بعظمه وبقوه. فدي من مميزات الحضاره المصريه اللي هي فكره الاستثماريه، هنتكلم عليها في اخر الدرس ان شاء الله. طيب البدايه عندنا حبايبي العصر العتيق او عصر بدايه الاسرات. تمام كده؟ عصر العتيق او عصر بدايه الاسرات المؤسس بتاعه الملك مينا او نعرمر اللي هو مؤسس الاسره الاولى. مؤسس الاسره الاولى قام موحد مصر، موحد القطرين، صاحب التاجين، الحاجات اللي انت الحلوه كلها اللي انت خدتها وانت صغير. تمام كده؟ طيب اهم اعماله قام ببناء مدينه منف اللي هي عاصمه للبلاد، اللي هي احيانا بتعرف في بعض الكتب باسم قلعه الجدار الابيض، لان كان عامل حواليها سور لونه ابيض فتسمت بهذا الاسم. خلاص كده؟ وده قام بتوحيد القطرين اللي هو الوجه البحري والوجه القبلي. القطرين اللي هم الشاطرين بتوع مصر، شمال وجنوب، قبلي وبحري. تمام؟ هو اللي قام بتوحيدهم مين؟ الملك مينا او نعرمر. خلاص كده؟ السياسه العامه لملوك هذا العصر، ملوك هذا العصر قاموا بسياسه حكيمه للربط بين الصعيد والدلتا عن طريق حاجه اسمها المصاهره وازدواج الالقاب. يعني ايه؟ لغايه النهارده الموضوع دوت في بعض الاسر الحاكمه وغيره وغيره لما يحبوا ان هم يصلحوا العلاقات او يوطدوا العلاقات بيعملوا ايه؟ بيتناسبوا. بيجي امير من هنا يتجوز اميره من هنا بحيث ان هم يبقوا عيله واحده فما يحصلش مشاكل. طب احنا عندنا مملكه الشمال كانت ومملكه الجنوب كانت، جميله وحدهم خلاهم مملكه واحده. طب عايزين نحافظ على استمراريه الوحده، فحصل نسب من هنا ومن هنا اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها المصاهره. دي كانت حاجه، وخلي بالكم ده جانب اجتماعي يا حبايبي او وسيله اجتماعيه اللي هو الزواج او المصاهره. الحاجه الثانيه اللي عندنا او الوسيله الثانيه اللي عندنا اللي هي ازدواج الالقاب. ازاي؟ ما انا خلي بالكم الملك مينا او نعرمر اصلا من الصعيد، يعني من الوجه القبلي.
خلاص. لو فضل مسمي نفسه ان هو ملك الصعيد او ملك الجنوب او صاحب التاج الابيض بس، يبقى انت كده حطيت نفسك في مكانه ان انت تبع الجنوب بس، فهيفضل الجماعه بتوع الشمال باصين لك ان انت عدو وجيت احتلتهم. طب انا اقضي على الموضوع ده ازاي؟ ان انا هعمل حاجه حلوه وبسيطه، ان انا هسمي نفسي صاحب التاجين، ملك الارضين، موحد القطرين. يعني انا بتاع الشمال وبتاع الجنوب، انا مش ملك للجنوب بس، لا ده انا بتاع مصر كلها، بدليل ان انا الالقاب بتاعتي مالها مزدوجه كلها على مصر كلها، زائد طبعا قلنا المصاهره اللي اتكلمنا عليها من شويه. وطبعا انتوا عارفين المصريين عايز تجيبهم سكه خش له من ناحيه الدين، بينبسط قوي بالموضوع دوت. طب ايه اللي حصل هنا؟ قال لك اهتموا بالاعياد الدينيه في ارجاء البلاد، زي ما هنتكلم ان شاء الله في اخر درس عن الحياه الدينيه. الحياه الدينيه بتقول لك ان مصر كانت في حاجه اسمها تعدد الهه، كل اقليم من ال 42 اقليم مصري بيعبد حاجه مش مختلفه او حاجه شكل. طيب وبعدين الملك بقى كان بيهتم بالاله بتاع الاقليم بتاعه؟ لا، في اله في المنطقه الفلانيه احتفلوا واعملوا اعياد واعملوا معابد، في الحته الثانيه نفس الحكايه، في الحته الثالثه نفس الحكايه. فاصبح ان المصريين بينظروا للملك ده ان هو مهتم بالكل، مهتم بالكل، مهتم بالشمال، مهتم بالجنوب، بيهتم بآلهة ده، بيهتم بآلهة ده. فده عمل على اندماج مصر من جوه. يبقى ده جانب ديني. خلي بالكوا خلي بالكوا تاني، سياسة ملوك العصر العتيق استخدموا جانب اجتماعي، الزواج والمصاهرة، استخدموا جانب سياسي، ازدواج الألقاب، استخدموا جانب ديني اللي هو الاحتفال أو الاهتمام بالأعياد الدينية على طول مصر. طيب ايه كمان؟ الناس ديت قاموا بأول حكومة مركزية في تاريخ مصر بعد وحدتها، اللي قام بيها الملك مينا أو نعرمر. يعني حكومة مركزية ويعني حكومة لا مركزية. حكومة مركزية يعني الأوامر لمصر كلها أو للدولة كلها بتطلع من العاصمة وتنفذ في كل أنحاء مصر. ليه؟ لأن الملك اللي هو حاكم مصر والوزراء أو رؤساء الإدارة المركزية كلهم عايشين في العاصمة، فالقرارات بتطلع من عندهم بتنفذ في كل مصر. ده معنى كلمة مركزية، يعني القرارات بتطلع من مركز الدولة، يعني من عاصمة الدولة. خلاص؟ طب دي حاجة التانية، بناء مدينة منفى أو قلعة الجدار الأبيض. ليه؟ لتأمين وحدة البلاد بين الدلتا والصعيد. طبعا مكان مدينة منفى حاليا تقريبا يعتبر جزء من محافظة القاهرة أو جزء من محافظة الجيزة في المنطقة ديت. خلاص كده؟ طب دي حاجة. طب ما ليه ما عملهاش مدينة طيبة اللي هو طالع منها؟ أو ما عملهاش في مدينة تانية كانت موجودة قبل كده؟ أولا هو عمل عاصمة جديدة عشان تبقى للدولة الجديدة، ثانيا مكانها في النص بين الصعيد والدلتا اللي هي مدينة مينا أو مدينة منفى أو قلعة الجدار الأبيض. طبعا مصر احتفظت بالاستقلال الكامل وتوطد الأمن بها. خلاص كده؟ لكن في نهاية العصر العتيق اضطربت الأمور السياسية، يعني حصل مشاكل سياسية بس مش مشاكل جامدة. طب بدليل الانتقال السلس للسلطة من العصر العتيق لعصر الدولة القديمة اللي هي الأسرة رقم 3. عصر الدولة القديمة أول حاجة ده بيضم الأسرات رقم 3 4 5 6، الأسرات من 3 ل 6. طب دي الحاجة الثانية قامت حكومة منظمة قوية البنيان وكثرة الموارد، زيادة الثراء، سيادة الأمن. طب إيه الدليل على كثرة الموارد؟ هنعرف كمان دقيقة. استطاع ملوكها بناء الأهرامات الضخمة، ما ده دليل على كثرة الموارد يا جماعة. وأنا هروح أبني مشروع قومي ضخم زي بناء الهرم الأكبر يا جماعة أخذ حوالي أكتر من 20 سنة. فموارد وعمال ومصاريف، ما هو لو الدولة ما عندهاش ثراء وما عندهاش موارد مش هقدر أعمل مشروع زي ده. طب دي الحاجة كمان عشان كده اتسمى العصر ده بعصر بناة الأهرامات أو عصر بناة الأهرام. عصر الدولة القديمة انتوا واخدينه من وانتوا عيال صغيرة يسمى باسم عصر بناة الأهرام. طيب في آخر الدولة القديمة للأسف ربنا هيرزقنا بحتة ملك كان اسمه بيبي الثاني. بيبي الثاني ده هيحكم مصر 94 سنة، وال 94 سنة ملك ضعيف الشخصية، خلى البلاد زي ما يقولوا كده بالبلدي جابت ظرافها، البلد وقعت تماما. فقامت أول ثورة اجتماعية في التاريخ. خلاص كده؟ ودي شملت كل أنحاء مصر اللي هو بداية عصر الضعف الأول أو عصر الانتقال الأول. طيب عصر الضعف الأول أو عصر الانتقال الأول ده بيضم الإسرات من 7 إلى 10. إيه اللي حصل فيه؟ فقد الملوك السيطرة على البلاد، ازداد نفوذ حكام الأقاليم ولم يدينوا بالولاء للملك وامتنعوا عن دفع الضرائب.
في قاعدة يا جماعة هنمشي عليها بكل هدوء ولازم نبقى عارفينها. ملك قوي حكام أقاليم بيدينوا بيه بالولاء بيدفعوا له الضرائب. ملك ضعيف حكام أقاليم لا يدين له بالولاء ما بيدفعوش الضرائب. الملك الجامد الناس كلها بتطيعه فبيدفعوا الضرائب. طيب ملك ضعيف بيحصل العكس، وده اللي حصل في عصر الضعف الأول أو عصر الانتقال الأول أو عصر الاضمحلال الأول، كل ده بنفس الاسم. طب إيه كمان؟ حصل عندي عدم استقرار، اضطراب للأمن يعني غياب للأمن. حصل عندي أعمال سلب ونهب يعني سرقة. انهارت الدولة، انتشرت الفوضى، أهملت القوانين، حتى قامت الأسرة 11. إيه حكاية الأسرة 11 ديت؟ الأسرة 11 والأسرة 12 دول عصر الدولة الوسطى اللي انتوا خدتوه باسم عصر الرخاء الاقتصادي. يعني إيه رخاء؟ ثراء، تقدم، ازدهار للاقتصاد. الاقتصاد اللي هو المقصود بيه يا جماعة الزراعة والصناعة والتجارة، يعني بالبلدي البلد كانت فيها مشروعات وفيها ثراء وغنى. طيب أشهر ملوك العصر ده الملك منتحتب الثاني، ده من الأسرة 11. الراجل ده قام بإعادة توحيد البلاد مرة أخرى وجعل عاصمتها طيبة، يعني ما بقتش منف، اتغيرت العاصمة من منف إلى طيبة. طب دي حاجة. الحاجة الثانية أخضع حكام الأقاليم لأنهم كانوا خارجين على الملوك لو تفتكروا من عصر الضعف الأول. كمان أضعف نفوذ كبار الموظفين. الملك اللي بعد كده أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12 نقل العاصمة من طيبة إلى إيستاوي أو إيستاوي، ودي معناها القابضة على الأرضين. طبعا الأرضين المقصود بهم يا جماعة اللي هي مملكة الشمال ومملكة الجنوب، أو شمال مصر وجنوب مصر، أو الصعيد والوجه البحري. العاصمة الجديدة اللي عملها أمنمحات الأول اسمها إيستاوي أو إيستاوي، حاليا موجودة في العياط محافظة الجيزة. خلاص كده؟ طب اشمعنى المكان ده اختاره؟ قال لك إن الدولة ديت أو الفترة الزمنية دي مصر كانت مهتمة قوي بالمشروعات الاقتصادية. كانت مهتمة جدا بالمشروعات الاقتصادية. طب أنا عشان أعمل مشروعات اقتصادية لازم أنقل العاصمة بتاعتي بجانب المشروعات الاقتصادية اللي أنا بعملها. خلاص كده؟ فاختيار مكان أو موقع مدينة إيستاوي أو إيستاوي كان لسبب اقتصادي. إيه السبب الاقتصادي؟ المشروعات بتاعة الملك كانت في قرب الدلتا اللي هي المنطقة الخصبة اللي هناك. خلاص؟ فاتعمل العاصمة إيستاوي بالقرب من المشروعات الاقتصادية اللي هناك. يبقى كان سبب إيه قلنا؟ سبب اقتصادي. سبب اقتصادي. طيب فاكرين مدينة منف اللي عملها الملك نعرمر؟ طب كان السبب ايه؟ سياسي. يبقى دي عاصمة اتعملت جديدة ودي عاصمة اتعملت جديدة، بس دي لسبب سياسي ودي لسبب اقتصادي. ساعات يجي يقول لنا هناك تشابه بين الملك نعرمر والملك أمنمحات الأول. الاثنين عملوا عواصم جديدة، الاثنين كانوا أقوياء. طب ايه الفرق؟ ان ده عملها لسبب سياسي اللي هو الملك مينا، اما أمنمحات الأول كان لسبب اقتصادي. طيب دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده، بعد أمنمحات الأول حكم مصر مجموعة من الملوك العظام أهمهم سنوسرت الثالث، أمنمحات الثالث. خلاص؟ الصفات العامة لفترتهم ان هو ساد الرخاء والطمأنينة. خلاص كده؟ ايه كمان؟ انشاء مباني في البلاد اللي هو جانب عمراني او جانب انشائي، الاهتمام بالري والزراعة اللي هو جانب اقتصادي. تمام؟ طب ليه سمي بعصر الرخاء الاقتصادي؟ الاهتمام ملوكها بالمشروعات الاقتصادية. وزي ما احنا عارفين فترة قوة طويلة لازم بعدها فترة ضعف. هي دي سنة ربنا في الكون. البني آدم بيبقى قوي جدا وبعد كده يضعف خالص، وهكذا. دي سنة ربنا في الكون. في عصر الدولة الوسطى أو عصر الرخاء الاقتصادي كانت فترة قوة وازدهار، فلازم بعديها أو يليها فترة من الضعف اللي هو عصر الرخاء أو عصر الضعف الثاني أو الانتقال الثاني أو الاضمحلال الثاني. ده بيضم الأسرات، بيضم الأسرات من 13 إلى 17. إيه اللي حصل فيها؟ تقريبا كوبي بيست اللي حصل في عصر الانتقال الأول مع اختلافات بسيطة. 1. ضعف البلاد، تمزقها بين الملوك والأمراء. إزاي؟ كل حاكم إقليم خد إقليم وقال لك أنا مستقل بيه لوحدي، أنا أمير أو ملك للجزء ده. ده معنى كلمة تفكك البلاد. طيب أو تمزقها. زيادة الصراع والتنافس على السلطة بين حكام الأقاليم. بين حكام إيه؟ الأقاليم. إيه كمان؟ للأسف
البيت اللي ما بيبقاش ليه كبير بيقع فريسة في يد الأعداء. فمصر في الفترة دي ما كانش فيه ملك قوي، فتمزقت وحدة البلاد، فوصلنا لمرحلة ان تجرأ علينا أطماع خارجية من قبائل عرفت باسم قبائل الهكسوس. مين قبائل الهكسوس؟ قبائل الهكسوس عبارة عن قبائل رعوية، يعني بتشتغل بحرفة الرعي، خلاص، جاءت من آسيا واحتلت مصر واتخذت من أواريس عاصمة لها. طبعا أواريس دي حاليا صن الحجر محافظة الشرقية. طب اشمعنى هم عملوا العاصمة بتاعتهم في محافظة الشرقية؟ لأن الناس ديت جاية لمصر عن طريق فلسطين. طبعا مش من فلسطين، عن طريق فلسطين، يعني جايين من آسيا، خلاص، عن طريق فلسطين. فلما دخلوا من مصر نقوا أقرب حتة ليهم يقدروا يخرجوا منها لو حصل حاجة، وعملوا فيها العاصمة اللي هي محافظة الشرقية، اللي هي مدينة أواريس، عشان تبقى قريبة من طريق الخروج. الدنيا قلبت ولا حاجة يقدروا يهربوا، اللي هو هيحصل بس بعد فترة طويلة، خلاص. فهم عملوا العاصمة فين؟ في أواريس محافظة الشرقية. طيب ايه كمان؟ مين اللي حرر مصر من الهكسوس؟ اللي حرر مصر من الهكسوس القائد او الامير احمس، اللي هيبقى بعد كده اسمه الملك احمس. طبعا انتوا خادين القصه بتاعته، هو وابوه واخوه، اللي ابوه واخوه استشهدوا في كفاحهم ضد الهكسوس او اثناء معركه التحرير، لغايه ما هيستطيع احمس طردهم منين؟ من مصر. طيب عصر الدولة الحديثة أو عصر المجد الحربي بيضم الأسرات رقم 18 19 20. طيب الصفات بتاعته إيه؟ المصريين اتعلموا يا جماعة، اللي ما بيعملش جيش قوي وبيحافظ على وحدة البلاد بيتعرض للاحتلال من الخارج. فعشان كده لما ظهر ملك قوي اللي هو الملك أحمس، استطاع ان هو يقوم بإنشاء جيش قوي، والجيش القوي ده استطاع ان هو يعمل امبراطورية واسعة ويحفظ الامن، يواجه الاخطار الخارجية. عشان كده الفترة دي اتعرفت باسم ايه؟ عصر المجد الحربي. يعني ايه المجد الحربي؟ التقدم الحربي، القوة الحربية. تمام؟ اشهر ملوكه عندنا الملكة حتشبسوت، دي طبعا اشتهرت بنشاطها التجاري الواسع مع دول اسيا وافريقيا، وخاصة الى رحلتها الى بلاد بونت اللي هي الصومال. طبعا انتوا خدتوها في رابعه وخدتوها في اولى اعدادي لما اتهريتوا من الملكه حتشبسوت، وخاصه رحلتها الى بلاد بونت اللي هي للصومال، جابت بخور وحاجات وخدتوها 100 مره. الحاجه اللي بعد كده الملك احمس قام بالاتجاه الى الجنوب لمواجهه بعض الاضطرابات، وقام باصلاحات داخليه. طبعا هو المفروض احمس قبل حتشبسوت. الحاجه اللي بعد كده الملك تحتمس الثالث. الراجل ده أعظم ملوك مصر القديمة. الراجل ده كان قائد عسكري وإداري رائع. عمل إيه؟ قاد معركة مجدو ضد حلفاء أمراء آسيا أو أمراء سوريا بقيادة أمير قادش، خلاص، وأقام أول إمبراطورية مصرية. طبعا الملك تحتمس الثالث ده فعلا أعظم ملوك مصر القديمة. اللي بعد كده عندنا الملك إخناتون أو أمنحتب الرابع. الراجل ده قام بأول ثورة دينية بعبادة إله واحد اللي هو آتون، وبعدها دخلت البلاد في حالة من الفوضى. طبعا هو عمل حاجة غريبة شوية، الناس عمالة تحارب ونتوسع بره ونعمل إمبراطورية و الباشا ساب ده كله وقال لهم يا جماعة أنا مش عاجبني فكرة إن أنتوا عندكم آلهة كتير دي. ده مصر كان كل إقليم ليه إله، 42 إقليم ب 42 إله، ويعني كان إيه اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. قال لهم لا انا مش عاجبني الوضع ده، احنا هنلغي كل ده وهنخليه واحد بس وهنسميه اتون. تمام؟ طبعا هو الاله اتون موجود من قبل اخناتون، بس احنا بنهزر، هو موجود من قبل اخناتون، بس هو قال لهم مش هتعبدوا حاجه ثانيه الا اتون. طب وبعدين حصل اضطرابات في البلد وحصل مشاكل، هناخدوا الكلام ده بعد كده، مما ادى الى ان البلد دخل في حاله من الفوضى، وهتفقد مصر امبراطوريتها في الخارج بسبب الثوره الدينيه اللي عملها مين؟ الحاج اخناتون. تمام؟ رمسيس الثاني خاض معركة قادش، يعني قام بمعركة قادش ضد الحيثيين في آسيا، وقام بعقد أول معاهدة سلام في التاريخ. طبعا الملك رمسيس الثاني دخل في حروب 15 سنة مع الحيثيين، خلاص، لغاية ما استطاع أنه ينتصر عليهم، وبعد ما انتصر عليهم قال لهم طب تعالوا بقى نعمل معاهدة سلام لو أنتوا عايزين، وعملوا أول معاهدة سلام في التاريخ. الملك مين؟ رمسيس الثاني. طب الخصائص العامة بتاعت العصر ده، قال لك أول حاجة عندنا
تكوين امبراطوريه واسعه خاض ملوكها العظام حروبا دفاعيه، زي مين؟ طبعا زي تحتمس الثالث في معركه مجده، زي رمسيس الثاني في معركه قادش. القيام بنشاط تجاري واسع، قلنا الكلام ده من شويه، في اسيا وافريقيا زي رحلات حتشبسوت لبلاد بونت. القيام باول ثوره دينيه في التاريخ اللي هي ثوره اخناتون الدينيه. العصر الحديث او عصر الدوله الحديثه انتهى بسقوط الاسره 20 ليبدا حاجه اسمها العصر المتاخر. حاجه اسمها العصر المتاخر، ساعات بيسموه عصر الضعف الثالث، ساعات بيسموه عصر الاضمحلال الثالث، هي الخصائص العامة بتاعة العصر ده: شهدت البلاد حالة من الفوضى والتفكك. طب دي حاجة. الحاجة الثانية: خسرت كل ممتلكاتها في الخارج وسيطر عليها الاحتلال الأجنبي، بداية من الاحتلال الفارسي وانتهاء بالاحتلال اليوناني. ما عدا فترة قصيرة جدا اسمها عصر النهضة اللي هو الأسرة 26، وأشهر حكامها الملك إبسماتيك الأول وابنه الملك نخاو. خصائص الحضارة المصرية القديمة، يعني صفات الحضارة المصرية القديمة. أول حاجة عندنا القدم. الحضارة المصرية القديمة من 7000 سنة يا جماعة، مفيش أقدم من كده، فطبعا لازم بتتسم بالقدم. الحاجة الثانية: الحضارة المصرية القديمة بتتسم أو بتتصف بالأصالة. يعني إيه الأصالة؟ حضارة أوريجينال. يعني إيه؟ يعني اللي قام بعمل الحضارة المصرية أبنائها بعقول وجهود أبنائها. إحنا مش غشينها كوبي بيست من حضارة تانية، حضارة أصلية، ده معنى كلمة الأصالة. خلاص كده. الحاجة اللي بعد كده التواصل الحضاري. الحضارة المصرية ما كانتش منعزلة، إحنا لسه من شوية قايلين إن حتشبسوت أرسلت رحلات تجارية إلى بلاد بونت وغيرها، كانت في لآسيا ولأفريقيا والغيره والغيره، فهي حضارة لم تكن منغلقة على نفسها. الحاجة اللي بعد كده التدين. طبعا معروفة ان المصريين من اتقى الشعوب، الكلام ده قالوا هيرودوت ان هي من اكثر الشعوب تدينا. التقدم، حيث تقدمت في كل المجالات البشرية من علوم واداب وفنون. ده احنا هناخده في العلوم والفنون والاداب حاجات هتمشي عقلنا، الناس دي وصلت للحاجات دي ازاي. الاستمرارية، استمرت الحضارة المصرية آلاف السنين دون انقطاع. اتمنى من الله ان احنا الدرس يكون فهمناه واستوعبناه، واستنوني ان شاء الله في درس جديد مع احمد يحيى.